سلام حبوباتي، إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم راح نديرو مع بعضنا كسرة رخصات. نبداو في المقادير. هنا جبت 3 كيلات سميد متوسط رايح للرقيق. وهنا نجيب نصف ملعقة خميرة الخبز مع نصف ملعقة سكر. وندير هنايا البنات اللي ما يعرفوش الكيل تاع الملح ديروه بالملعقة تاع القهوة، كل كيلة ديرولها حوالي نصف ملعقة صغيرة. ودرت نصف كأس زيت، خليط ما بين زيت الزيتون والزيت العادي. ندخل السميد مليح في الزيت بالطريقة هذه حتى يوليلي سميد هكا. من بعد نجيب كيلة تاع الما ونبدا ندير الما على دفعات ونلم السميد. هنا البنات درت ملعقة تاع القهوة درتها بومبي خميرة الحلويات وضفت عليها ملعقة كبيرة تاع الخل. هذه هي اللي راح تعطيني السر هداك تاع القرمشة والخفة في الكسرة. من بعد هنا أنا رحت عجنتها بالبيتخا كيما تقدروا تعجنوها بيديكم عادي، وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه. شوفوا البنات ما ديروهاش يابسة بزاف وما ديروهاش طرية بزاف. ديروا القوام هذا. نقسمها 3 خبزات صغار البنات، أنا راح نديرها في طاجين صغير. نتوما على حساب الكيلة تاعكم واش راح تخرج لكم. أنا الكيلة كيما شفتوها درت غير بالبول هذاك تاع الحليب. نتوما ديروا كيما حبيتو. هنا البنات بعد ما كورتها وخليتها ارتاحت حوالي 10 دقائق، من 5 حتى 10 دقائق كيما تحبوا. نجي هنا ونحلها بالطريقة هذه، نعطيها الشكل الدائري. راح تمشي معاكم بكل سهولة. شوفوا كيفاه تجي متحوفة، بسم الله ما شاء الله. هنا البنات هذه الطريقة اللي نطيبوها بيها. بعد ما تطيب على الجهة اللي من التحت نقلبها على الجهة التانية ونطيبها، وهذه هي النتيجة بسم الله ما شاء الله. صدقوني البنات هذه الطريقة صحيحة والمقادير المضبوطة. اللي ما تعرفش دير كسرة رخصات جربوها بالطريقة هذه وراح تنجح معاكم. فقط أنا هنا البنات ما درتش السانوج والجلجلان، تقدروا تضيفوا لها زرير على حبيتوهم نتوما. أنا ما درت لها حتى إضافة، خليتها هكا كسرة عادي. وشوفوا كيفاه جات بسم الله ما شاء الله. هنا البنات قسمتها باه تشوفوها. جات قاطو. جربوها بالطريقة هذه واللي تجربها تخلي لي رايها في تعليق. إن شاء الله تكون عجبتكم ونتلاقاو في وصفات أخرى بإذن الله. بقاو على خير البنات، سلام.